ثم كذلك من الأعمال الصالحة في 10 ذي الحجة التكبير، والتكبير نوعان: تكبير مطلق من حين تستيقظ إلى أن تنام لكن بغير أدبار الصلوات، هذا يسمى المطلق. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم، وخصوصا إذا التقيت مع أحد، إذا مرت مكان زحام، إذا صعدت على مكان مرتفع، هكذا يكون له مناسبة أكثر. الاجتماع، دخلت السوق، دخلت المسجد. لكن التكبير المقيد اللي بدور الصلوات المكتوبات هذا ما يبدأ إلا بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ثم كل صلاة فريضة إلى صلاة العصر يوم 13، هذا وقته، هذا يسمى المقيد. ليش مقيد؟ مربوط بأدبار الصلوات، فأيه أكثر لك أجر، المطلق ولا المقيد؟ المطلق، لأنك تكبر باليوم 3000 تكبيرة، 4000 5000 10000 بالليل والنهار بعد. وهذا في حق الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل ما سنحت فرصة وكل ما تذكرت أنك بالعشر كبر، هذه فرصة. ولتكبر الله على ما هداه. أول شيء الشكر، إن الله هدانا للإسلام، وإن الله أنعم علينا بأنواع الإنعام، وأن الله عافانا من البلايا اللي ابتلى بها بعض الأنام. انظروا للأوطان يمينكم ويساركم كم فيها من البلايا العظيمة، من انتهاك الأعراض ومن إزهاق النفوس ومن أخذ الأموال قهرا ومن كذا ومن كذا، حتى ما يستطيعون يصلون في المساجد، وأنتم في نعمة. اشكروا الله، تكبروا الله على ما هداه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل العمل فيها التسبيح والتحميد والتهليل 10 ذي الحجة، فتارة تكبر وتارة تسبح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله. كل هذا من عمل مشروع. الصدقات، قيام الليل، قراءة القرآن، الأذكار، الدعوات، كل هذه أعمال صالحة. صلة الأرحام، الإحسان للفقراء والمساكين والأيتام، الإعانة على الخير، المشورة به، العطف على الحيوان، سقي الكلب، سقي الهر، سقي كذا كذا، كله تؤجر عليه. احتسبوا هذا في أيام العشر، فرصة هذه من الفرص. ينبغي الإنسان ما تفوت عليه، لأن كل يوم تراه يفوت ما اغتنمته ترك تخسر فيه، تغبن، لأنه مفروض تملأ. فالله تعالى جعل الأيام، جعل الآجال مقادير للأعمار، وجعل الأيام خزائن للأعمال. فإذا إنك صرت اليوم أقل من أمس عمل فأنت مغبون، لا سيما إذا كانت أياما فاضلة ومواسم كريمة يضاعف فيها العمل ويغفر فيها الذنب وترفع فيها الدرجة. يغتنم الإنسان الفرصة ذي، ما تدري أدركت أول يوم من العشر تدرك الباقي، ما هو بضمانك هذا. ينبغي الإنسان ينتبه هذا. الرجال والنساء، الصغار والكبار، العمال وغيرهم، كل يغتنم فرصة تجارة مع الله، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. أسأل الله الكريم فضله.